الغلاء الفاحش للعقار في الجزائر وشح الأوعية العقارية الموجهة للبناء وجه الأطماع باتجاه الأراضي الفلاحية. أموال وعروض مغرية توجه للفلاحين من أجل بيع القطع الأرضية من جهة، وبيع للعقارات الزراعية من طرف ملاكها من جهة أخرى، والنتيجة نهب وتقلص في المساحات الفلاحية. ماناش موافقين نبيعوا، حنا طلبوا عرضوا علينا أموال باش نسمحوا الأراضي هذه، قالوا لنا نعطوكم تخلصوكم وتسنيونا وتخرجوا من الارض هذه. من جهه يقول لك المنفعه العامه الغذاء تاع الانسان، ومن جهه هذو يتالبوا فينا يقول لك نديها ونبنيها ونصنع بها ومانيش عارف. لكن ما تجيش نتايا تقسم الارض باش ديرها لوات نتاع اراضي فلاحيه بحجه ان الدوله ما ترضعش او بحجه ان الارض نتاعك. هو حر في التصرف فيها في اطار الفلاحه، تحويلها لا يجوز وتركها شاغره لا يجوز. وبفعل انتقال ملكية الكثير من الأراضي الفلاحية إلى الورثة والدخول في النزاعات العائلية، السلطات المحلية تطالب باستعمال الحكومة لحق الشفعة تفاديا للتجزئة والبيع. والعينة من بلدية سيدي موسى: كثير من العائلات المالكة لأراضي فلاحية في السابق، يعني خصوصا في السنوات تاع الاستعمار واللي جات بعدها، الورثة تاع العائلات هذه في كثير من الأحيان يقوموا بعملية البيع، والبيع هذا يكون في كثير من الأحيان يكون فوضوي. أراضي غير مستغلة، أراضي تاع الوراثة فيها خلافات، محاولات لإنشاء تجزئة فوضوية، لازم الدولة بقوة القانون تسترجع الأراضي هذه، ولازم إجراءات ردعية كبيرة في حق المخالفين. وأكثر من هذا، تفرع الورثة المالكين للأراضي الفلاحية فتح الباب أمام صيغ بيع غير شرعية. هناك أصول ملكية موجودة، ولكن الورثة ما داروش نقل ملكية، يعني توفوا أصحاب الحقوق يعني المورثين، والورثة لم يقوموا بإجراءات نقل الملكية. ولات العائلة متفرعة جدا، يقوم أحد ذوي الحقوق يعني في هذا يبيع هذا العقار وهذه الحقوق العقارية في الشيوع أو في كذا، يلتجئ إلى كاتب العمومي، لأنه لما يلتجئ إلى الموثق راح يطلب وثائق رسمية. هو تبان له مسألة معقدة وممكن يكون خلاف العائلة وكذا كذا، يدير بابي تمري. في الحقيقة يعني راح نلقاو في المستقبل تناقض ما بين عقد رسمي موجود وما بين عقد عرفي حرر ما عنده حتى أساس قانوني، ما كانش فيه صفة. أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية حولت عن نشاطها الفلاحي بفعل التوسع العمراني وغيره منذ الاستقلال، حصيلة ثقيلة قلصت من حجم الإنتاج الغذائي في الوقت الذي تحظر فيه القوانين الحامية للأراضي الزراعية وتغيب الإجراءات الردعية على واقع الميدان.